نهاية العالم بتقرب وفضل شهرين عن امتحانات ثانوية عامة، وانا قررت اسيب كل ده واروح اصور اعلان في القاهرة علشان انا زيش، وده اليوم ال 199 من حياة مصور في ثانوية عامة. صحيت الصبح بدري على 10 ونص كده عشان اطلب العربية اللي هتوديني من اسكندرية للقاهرة، وقمت عملت تشيك على المعدات عشان مفيش حاجة تكون ناقصة. بس فجأة لقيت ماما بتنده عليا علشان ماشي كوبايه جوافه باللبن قبل ما نسافر. الله يكرمك يا امي. وعقبال ما خلصت الجوافه باللبن كانت العربيه وصلت، فخدت معدات التصوير ونزلت عشان اتحرك على طول على القاهره. وعلى فكره انا شايف يعني ان ده انسب وقت تنزل دلوقتي حالا تعمل لي فول. خرجنا من بوابه اسكندريه وفضلت ماشي الى طريقي للقاهره، ولقيت فجاه بوابه القاهره قدامي، يعني احنا قربنا على المكان، فشفت الاهرامات فسبت كل اللي في ايدي ورحت جاي مشغل اغنيه حماقي بتاعت ام الدنيا مين ولا في زيها ايه. المهم نزلت جبت لي واحده ريد بول عشان افوق شويه قبل التصوير وتديني باور كده، وكلمت الكلاينت بتاعنا اللي هي دكتور مروه عشان اقول لها اللي انا وصلت. احنا وصلنا المكان اللي هنصور فيه. مش عايز اعلي صوتي عشان اصلا مفيش حد في صوت. المفروض ان احنا معانا بقى معدات التصوير هنا، كاميرا اهي، هنبدا بقى نسيت اب ونجهز كل حاجه. بدات اللي انا اجهز المعدات لحد ما دكتور مروه وصلت عشان نبدا تصوير. Hi, I'm Marwa, overseas dentist from Egypt. I registered here in UK as dental therapist and hygienist. دكتور مروه مش متعوده على طول انها تقف قدام الكاميرا، بس المره دي عملت اداء تحفه، يعني انا شاكك ان الاوسكار جايه في الطريق. ودي لقطات من التصوير اللي صورناه تثبت ده. I also special. I also. Hi, I'm Marwa. I'm an overseas dentist from Egypt. بطل يا ابني تلعبي حواجبك فوق وتعملي انت عارف شكل حواجبك اصلا زي تامر حسني. احنا بنتكلم في ايه ولا بنعمل ايه احنا دلوقتي؟ واحلى حاجه بحب اعملها ان جو التصوير يبقى فاني، بس ده ما ياثرش على الشغل نهائي. والحمد لله مروح واحنا مخلصين شغلنا على اكمل وجه وباحسن كمان ما كنت متخيل. لميت المعدات ونزلت في الاسانسير وطلبت اوبر عشان يرجعني تاني اسكندريه. واحب اقول لك ان انا من ساعه ما اتحركت لحد ما وصلت اسكندريه الدنيا ما بطلتش. فبفكرك في الاخر ما تنساش تعمل لي فولو عشان تشوف النتيجه ان شاء الله لما تنزل.